طب معقول بقى نكون في عصر السرعة ولسه بتفكري يا ترى هتعملي أكل إيه بكرة؟ تعالي معايا كل أسبوع بنعمل منيو الأكلات سفرة كاملة ل7 أيام علشان ولا تفكري ولا تحتاري عليكي بس تختاري منيو النهاردة أكلاته بسيطة ولذيذة وتتعمل في وقت كده قياسي علشان الدراسة واليوم اللي بقى بيجري مننا 7 أكلات ومنهم الحلو كمان. حطي لايك للفيديو واشتراك ومتابعة لو أول مرة بتشوفيني وفعلي الجرس على الكل علشان يوصلك كل جديد. هنشرح مع بعض شرح سريع للوصفات وكل اللينكات أو الروابط بتاعت الفيديوهات دي هسيبها لك في صندوق الوصف تحت الفيديو علشان توصلي لها بكل سهولة. ونبدأ معانا بأول يوم في الأسبوع. أول يوم في الأسبوع لو عندك نص كيلو من البانيه ومش عارفة تكفي مين ولا مين هاتيه بطريقة جديدة وحصرية عندي على اليوتيوب. هنعمل معانا طاجن بطاطس بالبانيه بطعم خيال. انسي بقى الفراخ وودعيها وشوفي الطريقة القمر دي. هاتي معاكي اي كمية انت حباها من صدور الفراخ، تبليها بملح وفلفل رشة قرفة رشة حبهان وورق لوري مطحون. اديلها صدمة كده على الطاسة في حتة زبدة وخليها على جنب. حضري الطاجن بتاعك بقى او الصينية، حطي كده حلقات من البطاطس، حطي كمان معاكي بصل طماطم فلفل فص ثوم. لو حابة تشوحي كل ده مكان تشويحة البانيه مفيش مشكلة. انزلي بيه في الطاجن، حطي بقى البانيه الشرايح بتاعك على الوش، ظبطي مقدار الصلصة بتاعتك وظبطي ملحك وفلفل وكل حاجة. غلفي كل ده بورق فويل ودخليه الفرن على درجة حرارة متوسطة. أول ما يستوي معاكي افتحي الشواية ياخد اللون القمر ده ولون الشوي الخطير ده مع شوية رز أبيض أو رز بشعرية وأكلة هنية تكفي البيت كله. طب لو لقيتي عندك ربع كيلو بس من اللحمة المفرومة وحابة تعملي بيه أكلة كده خطيرة ومشبعة ومنجزة كمان يبقى على طول هي الوصفة دي. هاتي معاكي نص كيلو من الدقيق وربع كيلو من اللحمة المفرومة واعملي معاكي فطيرة عائلية. الفطيرة دي يا جماعة بحجم تقريبا 32 أو 33 سنتي، يعني حاجة ما شاء الله خطيرة. على ربع كيلو اللحمة المفرومة بقى فرمت معايا في الكبة حبيتين كده من البصل، حبيتين من الفلفل، حطي قرن فلفل حامي مفيش مشكلة، قطعي شوية كده من البقدونس، فصين من الثوم، فروميهم مع بعض ونزليهم على اللحمة المفرومة. تبليها بقى ملح فلفل اسود رشة بيكنج باودر علشان ما تكشش، حطي كمان رشة قرفة، اي توابل لحمة اي توابل مشكلة انتي بتحبيها وعجنيها مع بعض وكده العجينة جاهزة عندنا. اما بقى عجينة الدقيق، على نص كيلو دقيق حطيت معلقة كبيرة خميرة فورية، معلقتين كبار من السكر، نص معلقة صغيرة من الملح، معلقتين من الزيت، كوباية وربع من المية الدافية. عجنتها وسبتها تخمر، بدأت ان انا افرد العجينة عندي قدامي وابدأ ان انا احط الكورة بتاعت اللحمة المفرومة او عجينة الكفتة دي في النص واقفلها زي السرة واقلبها وافردها معايا على صينية كبيرة كده، او ممكن تعمليها فطاير صغيرة زي ما انتي حابة. جبت كمان الوش بتاعها دهنته كده بشوية من الزبدة ومقطعة فيهم بقدونس صغير جدا، هيديني لون وشكل حلو قوي وهيغنيني كمان عن ان انا احط اي جبنة موتزاريلا على الوش. دخليها على فرن على درجة حرارة متوسطة لغاية ما تستوي، شغلي لها الشواية تاخد اللون القمر ده. قطعي جنبها شوية كده بطاطس وحمريهم، حمريهم شيبسي، قطعي معاكي شوية خيار وبألف هنا. فطيرة عائلية قطنية وهشة جدا، تتبيلة اللحمة خطيرة، قطمة منها بجد تشبع. انا بقى في السمك ما بهزرش، لو عندك سمكية واحدة هتأكلي بيها البيت كله بالطريقة دي. جبت معايا السمك المكاريل وعملت بيه صينية سمك تأكل وتشبع البيت كله. جبت السمك وقطعيه كده شرايح او جزل تكون رفيعة هيكون ممتاز جدا. عملتها قبل كده بسمكية واحدة وتحتها شرايح من البطاطس ويا نهار ابيض على الجمال، اكلت البيت كله. قطعت بقى السمك شرايح زي ما انتوا شايفين وتبلته بتتبيلة السمك، الثوم مع فلفل مع ليمون كمون كزبرة رشة ملح رشة بسيطة فلفل اسود بابريكا وشوية صغيرين من الخل، التتبيلة العادية بتاعة السمك، وتبلت بيها السمك. جبت بقى صينية كبيرة حلوة وقطعت فيها فلفل وطماطم وبصل كميات بقى زي ما انت حابة، حطي عليهم شوية من تتبيلة السمك وملح وكمون وفلفل اسود ودعكي البصل والحاجات دي كلها مع بعض. بعد كده افردي السمك على الوش، حطي شرايح من الليمون شوية زيت قرن فلفل حامي على الوش ودخليها الفرن. هتستوي وتتشوي وتدوقي بقى شوية سمك ولا الخضار اللي تحت السمك ده يا جماعة في حتة تانية خالص. لو بتغمسي بالعيش غمسي وعيشي،
لو بقى بشوية رز ابيض وبألف هنا. انا بقى في الفترة الاخيرة بقيت بسمع ارقام كده حاجة خيالية لطبق الكشري في المحلات، مع انه لا يقارن بالكشري اللي احنا بنعمله في البيت اطلاقا. طعم ونظافة وتوفير وحاجة انت عاملاها بايدك. الكشري بقى ليه معايا طريقة تانية. كل مكون انت حطاه في طبق الكشري ليه تكاية خاصة كده بعملها بيه، بتطلع في الاخر المجمل بتاع الكشري مميز وبطعم ما يتوصفش. الصلصة، التوم، الدقة، الرز، المكرونة، الحمص، كل حاجة ليها تكاية هتطلع معاكي طبق كشري عالمي بمعنى الكلمة. الفيديو ده بجد ما ينفعش يتشرح كده شرح سريع، لازم تشوفي كل تكاية في طبق الكشري والبصل المقرمش الخطير ده علشان توصلي لأعلى نتيجة ما كنتيش تتخيليها. زي ما قلتلكوا اللينكات بتاعت الفيديوهات دي في صندوق الوصف، خشي شوفي بقى وصفة الكشري وجربيها وما تنسيش تدعيلي. اما بقى يوم الكشري نعمل معانا حاجة حلوة. كان عندي لفة جلاش حزينة كده في الفريزر، طلعتها وقلت اعمل بيها فطيرة عائلية تكفي كده الحبايب كلهم. شوفوا الجمال بقى والطعامة، وهنعملها بتكلفة حاجة لا تذكر، حاجة موجودة في البيت. جبت بقى لفة الجلاش، بدأت ان انا افرد طبقات كده معايا في الصاج بتاعي، صاج كبير. وكمان حضرت معايا صوص التوريق بتاعها، ممكن معلقتين من الزبادي او حتى ربع كوبايه من الحليب، على نص كوبايه كده من الزبده او السمنه مدوباهم، رشه بيكنج باودر علشان تورق كده معاكي، وادهني بين الطبقات. وفي النص عملت معايا حشوه كاستر، كوبايتين من الحليب عليهم 3 معالق من الكاستر، قلبتهم ودوبتهم على النار كده لغايه ما تقل معايا، حطيتهم في النص وكملت فرد الطبقات بتاعتي. تدخل الفرن بقى تطلع معاكي فطيره قمر. طبعا هتكون محمصة وناشفة، انزلي عليها بسكر بودرة وهي لسه سخنة، وكوباية من الحليب الدافي. هتطرى بقى وتكون فطيرة رهيبة زي ما انتوا شايفين كده. ببدأ ان انا اقطعها بقى وارش كمان رشة سكر بودرة على الوش. حطي عندك زبيب، جوز هند، فول سوداني المتوفر. انا حطيت رشة كده من السكر البودرة تخلي طعمها مسكر وحلوة قوي. وحطيت كده كريز احمر كان عندي في الفريزر، بدأت ان انا استخدمه. وشوفولي الجمال والطعامة. بصوا يا جماعة، دي تتاكل في الشتاء سخنة بتكون رهيبة، تتاكل في الصيف باردة بتكون خطيرة. ما اقدرش استغنى عنها ولا صيف ولا شتاء، ومستحيل اشتريها من بره لانها في البيت بتكون اطعم واوفر بكتير. لو عندك فراخ او اجنحة او حتى دبابيس ومحتارة تعملي بيها ايه، يبقى الوصفة دي ليكي. هتعملي النهاردة صينية فراخ كده بالبصل بطعم وتتبيلة، وكمان في خطوات بسيطة جدا. الفراخ طبعا متفقين انها مغسولة ومتنضفة كويس جدا، ايا كان بقى تستخدمي ايه في الفراخ. جبت معايا بصلايه كبيره وبدات ان انا ابشرها او حتى اعمليها في الكبه. حطيت عليها معلقه دبس رمان، معلقه صويا صوص، لو مش متوفرين استغني عنهم. حطي ملح، فلفل اسود، رشه قرفه، رشه توابل فراخ، ودعكي البصله كويس جدا مع فصين من الثوم وتبلي بيهم الفراخ. سيبيها تتبل اطول وقت لو متوفر عندك، مش متوفر وقت مفيش مشكله برضو. جبت صينيه قطعت فيها شرايح من البطاطس، حطي اي خضار انتي حباه، وبدات ان انا انزل بالدبابيس المتبله الحلوه دي، واقفل كل ده وادخله معايا الفرن. دخلتها الفرن بقى لغايه ما استوت تماما، شغلت لها الشوايه تاخد اللون الخطير ده. بصوا يا جماعه، فراخ مشويه بتتبيله خطيره. حطي كمان معاكي معلقه صوص باربيكيو كده على البصله المبشوره، هتديكي طعم ولون نهائي للفراخ حلوه قوي. حطي كمان معاكي رشه بقى بقدونس على الوش كده، زيني بيها شويه رز حبه وحبه، او بلسان عصفور او شعريه او حتى ابيض. وما شاء الله غمسيها بالعيش مع البطاطس بتاعتها دي، حاجه كده قمر. شايفين الطبق الحلو ده؟ ده مش كفته، ده برجر. اه والله برجر. البرجر المدور اللي احنا بنعمله ده، بس ده البرجر بتاع عصر السرعة، اللي هو انت عايزة تعملي حاجة بسرعة، مفيش وقت بقى تشكلي وتسيبيه يتجمد في الفريزر وترجعي ان انت تحمريه او تشويه. هو كله في صينية واحدة. تعالوا بقى نشوف خلطة البرجر. لو حابة تعمليها فول الصويا امشي على اللي بقولك عليه، لو مش حابة فول الصويا كملي بنفس الطريقة واعمليه باللحمة صافي. انا كنت عاملاه بفول صويا. حوالي كوباية الا ربع نقعتها في مية مغلية، وبعد كده صفيتها وفرمتها في الكبة ده، وهتضيفيه بقى على باقي اللحمه المفرومه والمكونات اللي هقولك عليها. على نص كيلو من اللحمه المفرومه حطيتها معايا في الكبه مع الفول الصويا، وحطيت واحده بيض بتخلي القوام مترابط وحلو قوي. حطي بقى معلقه كبيره من خلطه البرجر او توابل اللحمه، ملح، فلفل اسود، معلقتين من الكاتشب هيدوا طعم ممتاز جدا. حطي كمان معاكي اي توابل انت عايزاها،
انا بحط كمان بصلايه صغيره جدا جدا بجد، مش بتبان وبتديني طعم حلو قوي للبرجر. ما تزوديش علشان ما تقلبش كفته معاكي. بضرب بقى كله مع بعض كويس قوي مع رشه بيكنج باودر، واجيب صينيه كده كبيره حلوه عندي، وابدا ان انا اغلفها بالزيت وافرد فيها العجينه دي كويس قوي. افردي فيها العجينه دي ودخليها الفرن، تطلع معاكي قرص كامل كده. قطعي منه وحطي بقى في سندوتشات، ممكن تحطي على الوش بصل وطماطم يتشووا، حطي جبنه، وبصي طلعي بالقطعه كده وعلى السندوتش على طول بقى، ولا تقعدي تقرصي ولا تحطيها تتجمد ولا اي حاجه. ده برجر كده بتاع عصر السرعه زي ما قلت لك. قدمته كده مع مكرونه وشويه مخلل، بجد بألف هنا. طب تعالي بقى لو عندك لحمة وعايزة لها طريقة مختلفة، الطاجن ده يا جماعة أنا بسميه طاجن الزبدة من كتر ما هو مكرمل كده، واللحمة فيه عاملة زي حتة الزبدة بالظبط. قطعت كده اللحمة يعني مكعبات زي كباب الحلة كده، وقطعي بقى معاكي بصل كتير، حوالي تقريبا نص كيلو من البصل. البصل بقى ابدأي ان انتي كرمليه كده بمعلقة سكر على النار، حطي عليه ملح فلفل اسود، حطيه بقى كله في طاجن، ممكن عليه معلقة صويا صوص لو عندك هتديه لون بني حلو قوي. ومكعبات اللحمة كمان ابدأي ان انتي نزليها وتقلبيها كويس قوي مع البصل وتتشوح. وكمان حطي بقى مية مغلية وسيبي اللحمة دي لغاية ما تستوي عندك 3/4 تسوية، حطي الكلام ده كله في طاجن، قفلي الطاجن ودخليها الفرن. اللحمة بقى تبقى دايبة زي الزبدة والبصل يدوب ويعمل لك صوص حلو قوي. كنت عاملة كمان معاها شوية رز معمر كده، واكلة بقى بتاعت اخر الاسبوع يوم الاجازة، حاجة بألف هنا. اتمنى المنيو ان شاء الله النهارده يعجبكم، متنسوش اللايك واشتراك ومتابعة، وانتظروني في فيديو جديد. مع السلامة.